السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير البنات ان شاء الله في احسن الاحوال. وبالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم ان شاء الله البنات رانا جبت لكم واحد الفوسيخه اللي طلبوني عليها العديد ديال البنات، طلبوني عليها وقالوا لي نزلي لنا شي فوسيخه اللي تكون مضمونه و100% تكون سهله وغير باللدون. وان شاء الله انا اليوم لبيت لكم الطلب ديالكم واستطعت انني نسجلها لكم. المهم البنات هاد الوصفه راه زوينه، تنقيكم من السحر القديم وتجديد البنات وتبرد عليكم العين، كتحيد التابعه، يعني كتزيل جميع الشوائب من الجسد والعوارض البنات. هاد غير طبقوها كما غادي نقول لكم عليها، راه زوينه البنات ومجربه وانا كنخدم بها البنات، يعني اللي كيتواصلوا معايا سواء اللي بعادات ولا اللي قرابات ليا كنخدمها معاهم لدون بهاد الطريقه هذه. المهم البنات غير جربوا الوصفه وتبعوها كما هي وردوا عليا البنات، راه بزاف البنات درتها ليهم وشكروها وعجباتهم ومازال كان يعني مره كنعاودها ليهم البنات. المهم غير تبعوا الوصفه كما هي، واللي جابت معاها نتيجه تخلي لي كومونتير وتقول لي يعني اجاتها جربت الوصفه، تقول لي يعني واش ارتاحت عليها ولا لا. المهم البنات غير سجلوا معايا مزيان وما تنسونيش البنات من اللايك ديالكم والتعاليق والبارطاج الوصفه مع البنات اللي تشوفوها محتاج ليها، واللي ما مشتركاش تشارك معنا مرحبا بها والف مرحبا بها. انا راه ما كنبغي نبخل عليكم بوالو البنات، راح عارفاكم يعني انني ما كان يعني انني كنحط لكم وصفات اللي هما مزيانين ومجربين، ما كنبغي نبخل عليكم بحتى شي حاجه، حيت عارفاكم حتى نتوما ما كتبخلوش عليا بديك اللايك. يعني البنات حنايا هنايا عائله كنكملوا بعضياتنا البنات. المهم البنات هاد الوصفه اللي غادي ننزل لكم راه سهله بالشرط البنات، كتحتاجوا تشريو اللدون نهار الخميس البنات، تشريوه نهار الخميس وغادي تجيبوا معاه مسمار جديد، يعني مسمار البنات راكم عارفين شنو هو مسمار، وغادي تكتبوا فيه آية الكرسي، آية ديال الكرسي والمعوذتين البنات، تكتبوا فيه آية الكرسي والمعوذتين، وغادي تشدوا اللدون، غادي تدوروا على راسكم وعلى الجنب اليمين كامل غادي تدوزوا عليه اللدون، والجنب اليسار والسره ديالنا البنات هي اللي حنا كنقولها البوط، وغادي دوزوا على رجليكم، يعني دوزوا على من راسكم حتى رجليكم البنات جميعا. غتبداو بالجنب اليمين عاد الجنب اليسار البنات، غادي نبيتوه تحت من الراس ديالنا، يعني هادشي غنديروه نهار الجمعه ونبيتوه تحت راسنا. ونهار كما قلت لكم هذا الشيء عفوا البنات غادي نشريو نهار الخميس ونديرو نكتبوا آية الكرسي والمعوذتين وندوزو علينا نهار الخميس ونبيتو تحت راسنا. ونهار الجمعة البنات غادي نشدو ندوبو وغنطفيوه في الماء البنات، يا اما ديال البحر يا اما ديال زمزم يا اما ديال جافيل البنات. جافيل راه هو خطير البنات في اللدون، ولا يعني البنات الماء مخلط بالشبه، الماء مخلط بالشبه كما قلت لكم، الماء ديال البحر او الماء ديال الزمزم الا كان متوفر، واخا يكون غير شويه زيدوا عليه غير الماء العادي، او جافيل البنات، ولا الماء مخلط بالشبه، الشبه تكون مطحونه البنات. ايوا البنات غادي نشدوا ذوبوا اللدون الطرف الاول كما قلت لكم، غتكونوا شارين 7 طروفه، نسيت ما قلت لكم في الاول 7 طروفه غتكتبوا فيهم كاملين آية الكرسي والمعوذتين وتدوزوهم عليكم. تشدوا الطرف الاول نهار الاول نهار الجمعه ديروه طفيو عليكم نهار الجمعه، طفيو تحت منكم وغادي تشدوا تخبيوه في الفريغو البنات. نهار الثاني هكاك ونهار الثالث البنات لمده 7 ايام البنات، والماء تلوحوه في شي جرده، واللدون اللي كتخزنوه في الفريغو من غتساليو تلوحوه في البحر او تلوحوه في شي بلاصه، المهم يكونش غير الزبل البنات، ماشي بركاسه ولا متلوحيش فيها، لوحي شي جرده لوحي في البحر لوحي. المهم البنات راه الوصفه زوينه، 7 طروفه ديال اللدون تكوني كاتباهم بآية الكرسي والمعوذتين، كل نهار تجبدي تطفي واحد تحت منك، غتبداو بالجمعه البنات من نهار الجمعه وتطفي تحت منك، واللي داك الشاطلك يعني غادي ديريه في الفريغو. راه الوصفه زوينه ومجربه البنات، ما تنسونيش من لي لايك من البارطاج، ما كنبغيش نطول عليكم. بسلامه عليكم.